السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. بداية نكسب الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اذكروا الله أخواني الكرام بقسم التعليقات، وخلونا نشوف اليوم كل ذكر الله بقسم التعليقات. لا إله إلا الله. بداية يوجد لدينا أخبار عاجلة لهي اللحظة. عاجل اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الإسرائيلية تحاول التوغل شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. طبعا المحاولات من قبل جيش الاحتلال مستمرة في التوغل في قطاع غزة، لكن بفضل الله عز وجل والمقاومة داخل غزة عم يمنعوهم من الدخول إلى غزة. أيضا أصدقاء الكرام، إليكم الآن تفاصيل الخبر الثاني. عاجل وزارة الصحة في غزة. ساعات ويتوقف المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأندونيسي. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا هي الشيء إخواني الكرام بسبب الحكام العربية اللي مو قادرين على شيء بسيط إنه يفوتوا شغلات إنسانية لغزة. بالدليل إخواني الكرام، وكلياتنا صرنا نعرف، وهي الشيء مو حديث، إنه جميع العرب الرؤساء مطبعين لدى الاحتلال الإسرائيلي. أيضا هدية للملك محمد ابن سلمان. فيفا يعلن رسميا منح السعودية حق استضافة كأس العالم لعام 2034. حق إخواني الكرام، وبيستحقوا على خيانتهم. ليش؟ اللي صار إخواني الكرام مين بيتذكر منذ 3 أيام بذكرى الرياض، وأهلنا في غزة عم يقصفوا ويقتلوا، وبالمقابل الملك محمد ابن سلمان بيحتفل بذكرى الرياض وبيجيب المغنيات وأيضا الممثلين. هي الشيء إخواني الكرام رقص على دماء الشهداء. إن شاء الله رب العالمين بده يكون في لكم بالمرصاد قريبا بإذن الله عز وجل، وتشوفوا هي الشيء إخواني الكرام بأنفسهم بإذن الله عز وجل. مكر السوء بحيط بأهله بإذن الله. أيضا أصدقاء الكرام، خلونا ننتقل لتفاصيل الخبر الثالث. طبعا إخواني الكرام، منظمة سند تعلنها رسميا بخصوص المساعدات. لا يوجد لدينا أي تسجيل جديد على مساعدة أو ما يشابه. بالنسبة للإعلانات المنتشرة حول التسجيل على كارت بيم وما شابه، هي غير صحيحة. بالنسبة للتواصل بالفترة الأخير لمنطقة هاتاي ومرعش، طبعا منطقتين بالزلزال إخواني الكرام تعرضوا، هو لموضوع رابط تقييم احتياجات بفترة ما بعد الزلزال، وانتهى هذا الرابط إخواني الكرام مين بيذكر لما نشرته منظمة سند في شهر رمضان المبارك، ومعظم الناس قدمت عليه، لكن 90% ما حد استفاد من هي الأمر، وفئة قليلة اللي استفادوا من موضوع هي المساعدة. في حال وجود أي مشاريع جديدة يتم نشرها على الصفحة الرسمية لمنظمة سند، ومنها صفحة الفيسبوك. لدينا مئات الرسائل والاتصالات، نستطيع الرد على كل شخص لوحده. طبعا إخواني الكرام، هي إعلان منظمة سند بالإضافة في رابط حصرا لولاية أضنة. راح اترك لكم اياه بالتعليق الاول المثبت، وممكن هي رابط كمان اخواني الكرام ما حدا يستفيد منه، لانه في مساعدات عم تتقدم بالوقت الحالي لكن الناس ما عم تستفيد. ايضا اخواني الكرام، كثير من الناس تواصلوا معي وهن بالمناطق المتضررة ان كان هاتاي او مرعش. إجاهم إخواني الكرام رسائل الاستفادة من كروت تسوق، تمام. لما هن كانوا مقيمين خارج ولاياتهم قالوا لهم حصرا التوزيع بده يكون ضمن العنوان المحدد. طيب هي الشخص هو بالأساس مهجر، ليش ما بتعطوه هي المساعدة؟ هي نظام وسيستم المنظمة. طبعا حبينا أن نبلغكم مشان يكون عندكم معرفة بهي الأمر. أيضا أصدقاء الكرام، بخصوص مساعدة كارت الهلال الأحمر التركي، الكثير تفاجأ بخصوص المساعدة والخصومات اللي كانت على رواتب المستفيدين من برنامج صوي، ولسه أخواني الكرام راح تتفاجئوا بشغلات كبيرة متخبية على كارت الهلال الأحمر التركي وبسبب الهلال الأحمر التركي. طبعا أصدقاء الكرام، الخصم كان من الأشخاص اللي أعمارهم بين 18 حتى 59، لكن تفاجأت العوائل بأنه في شخص وشخصين كمان خصموا من كارت الهلال الأحمر التركي. بالمقابل المعقول أنه يخصموا شخص واحد، واللي هو الأب اللي بيتجاوز عمره بين 18 حتى 59 خصموا هي الشيء. وأيضا في عندهم أشخاص أو أبنائهم كمان خصموا لهم اليوم شخصين. اليوم في عدة أشخاص تواصلوا معي من خلال الخاص وأكدوا لي أنه في خصومات كبيرة جت على الهلال الأحمر التركي، شخص وشخصين وثلاثة. بالنهاية اخواني الكرام، كمان في اشخاص بيقولوا لي ما وصلتنا رسالة التخفيض، ليش خصموا عننا فرد؟ اخي الكريم، هي قرار وتم تعميمه على جميع الناس، واذا بقينا
بهي الشكل والله راح تبقى المساعدة على هي الشكل. أما يزيدوها بنهاية هي العام 50 ليرة، وبالإضافة لبرنامج تيسو يزيدوها 100 ليرة، لا حياة لمن تنادي. يعني إخواني الكرام كل كلامنا اللي عم نحكيه بالفاضي. لكن إذا كنا إيد وحدة ووقفة وحدة منحل جميع مشاكلنا بإذن الله عز وجل. لكن في أشخاص بتشد معنا وفي أشخاص بتطعن فينا من أبناء بلدنا. يعني كيف نحن إخواني الكرام اليوم نحن بدنا نشتغل على هي المبدأ إذا في ناس عم تفشلنا بكل شغلة مهمة اللي هي إخواني الكرام مساندة الناس. لطالما ما في حدا يوقف معنا وما في حدا ينقل معاناتنا وما في حدا يطالب بحقنا، طبيعي يصير فينا هي الشيء. حسبي الله ونعم الوكيل، والله يفرجها أحسن شيء. وإن شاء الله الفيديوهات القادمة رح نشوف آراءكم أنتو بهي الشيء. إذا الأمر بيستاهل إنه مثل ما بيقولوها نحاول قدر الإمكان نوصل الصوت ونعمل ضجة إعلامية بخصوص هي الموضوع، كتبونا بقسم التعليقات. والأشخاص إخواني الكرام أيضا اللي ما بحاجة كارت الهلال الأحمر التركي أو مو بحاجة زيادة كمان يكتبونا بقسم التعليقات، لأنه في أشخاص مو بحاجة كارت الهلال الأحمر التركي بفوتوا بيعلقوا تعليقات سلبية، ولا تظلوا تحكوا عن الكارت الهلال وخوف إنه يقطعون هي الكلام. يعني هي إخواني الكرام الأشخاص اللي معه مصاري وخايفين إنه يوقفوا عنا هي المساعدة. أما الشخص المحتاج إخواني الكرام بيقول لك أنا محتاجه حقيقي. اليوم الناس إخواني الكرام منين بدها تجيب؟ يعني مثلا اللي عم تستفيد من راتب إن كانت أرملة ولا مطلقة ولا وحيدة، هي الناس منين بدها تجيب اليوم لآخر الشهر؟ أو كيف بدها تدفع آجار البيت؟ الله أكيد إخواني الكرام ما بيقطع برزقة حدا، لكن هي حق مشروع مفروض أن الناس تستفيد منه. نحن اليوم إخواني الكرام ما عم نحكي برات الحق، هي حق ومفروض الناس تاخذ حقوقها. كتبونا بقسم التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.